النهارده هقول لك ازاي تعدي من السفاره الامريكيه في 4 خطوات بالظبط. تعال اقول لك ازاي، بس الاول جيب كوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا. زي ما انتوا عارفين يا جماعه ان انا اتقابلت في السفاره الامريكيه من اول مره وعلى باسبور ابيض. الموضوع مش مستحيل، الموضوع محتاج منك 4 خطوات. رقم واحد، لازم تشتغل عليها كويس جدا جدا. ان اللغه تثبت كتير قوي قدام السفاره. ورقم اتنين، فهمك للكلام اللي انت هتقوله قدام السفارة ده هيثبت لهم كتير جدا ان انت فعلا رايح تعمل حاجة مش رايح تهرب. وده مهم جدا برضه. رقم ثلاثة، لازم يكون في سبب اللي انت فعلا رايح عليه، سواء رايح دراسة، سياحة، عمل، اي حاجة من الحاجات دي لازم تثبت لهم سبب ان انت رايح عليه. ولازم تثبت لهم السبب ان انت هتروح عليه. يعني لازم يكون في حاجة بتقيدك ان انت في بلدك او في مكان تاني انت عايز تروحه بعدين. فلازم تثبت لهم ان انت فعلا عندك خطوات او افكار تانية لقدام. رقم 4، الاوراق مهمة بالنسبة اللي انت بتثبت الكلام اللي انت قلته ده بقى. لازم تثبته بالورق. مثال، انت مثلا لو رايح جامعة، فالجامعة دي طبعا مدياك قبول. فانت وانس ان انت بتروح السفاره، فبتقول له انا اتقبلت في جامعه كذا كذا، فانت محتاج تبعت لهم القبول. فهي دي فكره الاوراق ان انت مهمه ليه. وطبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو حابين قصتي كلها في السفاره، انا ما عنديش مشكله، اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل فيديو كامل عن القصه بتاعتي في السفاره الامريكيه. السلام عليكم.